النهارده هاقول لِك على طريقة تعملي بيها الستريبس المقرمش، بس قبل أي حاجة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس، ويالّا بينا. هاجيب الفراخ البانيه بتاعتي، باعصر عليها نُص ليمونة، طبعًا بعد ما كنا غاسلينها قبليها، بس أنا باعصر عليها نُص ليمونة تاني قبل ما أقطعها. هنبدأ إن إحنا نقطعها شرايح رفيعة، ما تكونش رفيعة أوي وما تكونش سميكة أوي، تكون في الوسط بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، أهي في الحجم ده كده. هاخلّص الكمية بتاعتي كلها، بعد ما باخلّصها زي ما أنتم شايفين بابدأ إن أنا أجيب بصلتين وأبشرهم كويس جدًا، باتبِّل بقى البصل بتاعي بفلفل أسود وملح، وباعصر نُص ليمونة كمان عليه، أحط بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وأقلِّب كويس كلّه مع بعضه، علشان أضمن إن التوابل بتاعتي دخلت في البصل كلّه. بعد كده باجيب معلقتين زبادي، ده بيخلّي الفراخ بتاعتي بتبقى طرية من جوّه، طبعًا مقرمشة جدًا من برّه، وباقلِّب كويس الزبادي مع التوابل والبصل. بابدأ أضيف الفراخ بتاعتي اللي إحنا قطعناها مع بعض عشان تشرب من التتبيلة، باقلبها كويس وأضمن إن التتبيلة دخلت في كل الفراخ. هاحطها في التلاجة ساعة، في الوقت ده هنجيب كوبايتين دقيق، هنحط بيكنج باودر، ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، هاقلب كله مع بعضه، هابدأ إن أنا أخففه بمَيّة، أنا زودت كمان شوية لبن علشان أزود القيمة الغذائية للولاد، وهابدأ أضيف مَيّة حبة في حبة لحد ما أوصل للقوام ما يكونش برضه خفيف أوي وما يكونش تقيل أوي، يعني يكون في الوسط كده. باركن ده على جنب وأجيب برضه شوية دقيق، بابدأ إن أنا أدلّع بقى الدقيق بتاعي ده، باحط له بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وفلفل أسود وملح، باقلّبه كلّه مع بعضه. باجيب بقى الفراخ بتاعتي باحطها بادّيها تعفيرة دقيق كده، وبعدين أنزّلها في الخليط اللي إحنا عملناه مع بعض، ده هيخلّيها crispy جدًا ومقرمشة أوي. أهو بابدأ إن أنا أحطها في الدقيق تاني وأرجّعها تاني للخليط بتاعي، كل طبعًا ما باكرر العملية دي كل ما بتبقى مقرمشة أكتر. باخلّص الكمية بتاعتي بنفس الطريقة اللي إحنا عملناها، وأبدأ إن أنا أحمّر الفراخ بتاعتي في زيت سخن، هنحمّرها لحد ما تاخد اللون الدهبي، واتفرّجوا بقى على القرمشة أحسن من أحسن مطعم بنجيب منه، حلوة جدًا ومقرمشة والفراخ طرية جدًا من جوّه، جرّبوها